السودان بترجع مرة تانية لنفس المجازر، بس المرة دي وسط كلام عن مخطط إماراتي إثيوبي صهيوني. والإمارات زي ما هي مش قادرة تبعد عن مخطط الصهاينة حتى في عز حرب بالشراسة دي. وامبارح للأسف حصل تطور خطير جدا لما تم السيطرة بالكامل على مدينة الكرمك السودانية عن طريق عصابات الجنجويد اللقيطة الهجينة. والمدينة دي تحديدا مهمة جدا لأنها على الحدود مع إثيوبيا، وإثيوبيا حاليا بيتقال إنها بتمثل الذراع اليسرى لإسرائيل بينما الذراع اليمنى هي الإمارات. وبعد معارك قوية جدا مع الجيش السوداني قدر عناصر الدعم السريع إنهم يدخلوا المدينة ويسيطروا عليها بشكل كامل. ومع السيطرة رجعت تاني نفس الممارسات القذرة اللي تعودنا نسمع عنها، من اغتصاب النساء قدام أزواجهم وأطفالهم لدرجة إن الزوج بيقتل وهو شايف زوجته وهي بيتم الاعتداء عليها علشان تبقى دي آخر لحظة يشوفها في حياته، غير بقر بطون الحوامل وشنق الأطفال قدام أمهاتهم وحاجات تانية بشعة جدا صعب تتقال. واللي يصدم أكتر إن الأفعال دي بتحصل أحيانا مع ترديد شعارات دينية وهم بيذبحوا الأطفال، وده كله خلى أكتر من 73 ألف مدني يسيبوا بيوتهم وينزحوا ناحية الدمازين عاصمة الولاية. وفي وسط كل ده كان في 3 جهات بيتقال إنها ساعدت الجنجويد في العملية دي. أول جهة هي الحركة الشعبية لتحرير السودان اللي شاركت في القتال على الأرض، والجهة الثانية هي إثيوبيا اللي وفرت دعم لوجستي كبير جدا وسهلت تحركات عناصر الدعم السريع والحركة الشعبية عبر أراضيها، تحديدا من منطقة أصوصة اللي استخدموها كنقطة تسلل لمدينة الكرمك وكمان كقاعدة خلفية للهجوم. وبيتقال كمان إن تم استخدام مسيرات للاستطلاع علشان ترصد الطريق وتحدد أماكن تجمع الجيش السوداني. وفي روايات من شهود عيان بتتكلم عن انطلاق مقاتلات من الجانب الإثيوبي وفرت غطاء جوي للهجمات، وكل ده وسط اتهامات إن في توجيهات جاية من الكيان لإثيوبيا ضمن خطة أكبر لتقسيم السودان ل4 مناطق والسيطرة على بوابة مصر الجنوبية بحيث تتحول الحدود مع السودان لمنطقة نفوذ لعصابات. ولما نيجي للجهة الثالثة هنلاقي إنها الإمارات زي ما توقعت، واللي بيتقال إنها بتمثل مصدر التمويل الأساسي لعصابات الجنجويد سواء فلوس أو سلاح أو حتى مرتزقة من جنسيات مختلفة زي الأفارقة والكولومبيين. وكمان تم الإشارة لتقرير صادر عن رويترز بيكشف عن معسكر تدريب سري في غرب إثيوبيا على الحدود مع السودان بيتم فيه تدريب حوالي 10,000 مرتزق، وبيقال إن الإمارات مولت إنشاء المعسكر وجابت المرتزقة ووفرت مدربين عسكريين سابقين لتدريبهم، بالإضافة لدعم لوجستي زي شاحنات اتسلمت للدعم السريع من شركة إماراتية اسمها جوريكا. والمرتزقة دول بيبقوا خليط من إثيوبيين وسودانيين وجنوب سودانيين وكولومبيين، وبعد تدريبهم بينضموا مباشرة للدعم السريع. وفي النهاية الواحد فعلا بيقف مش لاقي كلام يقوله قدام المشهد ده وبيسأل نفسه إزاي ممكن إنسان يبيع كل قيمه ودينه وشرفه بالشكل ده، وإزاي يبقى فيه بشر بالقسوة دي. وربنا يحفظ مصر والسودان من كل شر.